السلام عليكم. مساءكم سكر أو صباحكم سكر وعسل وكل شي حلو إن شاء الله في أيامكم. وقت ما شاهدتم هذا الفيديو صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. هنا كنتنا في الصباح ونضت ودرت الفطور للعائلة، شربنا حليبنا وبعدها بدأنا في أشغالنا اليومية التي لا تنتهي. غسلت لمان بكل بساطة، كنت نصور لكم وعفوية أصحاب التعليقات السلبية والتفكير المحدود. شاركوا لي أنفسكم. هنا غسلت ماني، أهم شي قلت لكم النظافة. استعمل شيتا في هادو الكؤوس، لأنه تعرفوا الأطفال كي يشربوا الحليب خصوصا وجود الشوكولايتو حين يطلعوا ويقعدوا يلصقوا في الحواشي. نفضل أني نحكهم مليح بنحافظ على نظافة الأواني تاعي، لأنه كنت استهزاي في مرة هكا تقولي خلينا نغسلهم هكاك برك، مع الوقت ما يوليوش معا. أكرمكم الله. حافظي على نظافة الأواني تاعك، إنه فيها تقدمي الأكل، والأكل طبعا راح يدخل الجسم وراح يعني قادر يمرض الأطفال. والله هكذا لبست ليمونش أحسن باش نغسل على راحتي. تعرفون احنا نسا لازم نطلعو ونغسلو باش ما نشمخوش. كملت غسلت الأواني، كان جو خليط بين الشمس ورياح ونو وغيمة رايحة وغيمة جاية، اللهم اجعله غيثا نافعا. احنا رانا في شهر شعبان، ما تبقى منه إلا القليل، مادام فتنة النصفية يعني ما بقاش منه. جعل الله كل دعواتكم مستجابة. هنا رحت نكمل لما خليتهم وقلت نروح نزرب باش نوجد بنتي تروح تقرأ. لميت الفراش كما تعرفوا كل صباح نفس الأعمال اللي نخدموها البارح نخدموها اليوم، ومسحت الغبرة. شاركتكم مقتطف من يومي، يعني مقتطفات قليلة هكذا باش نحفزكم. على بالي تقولوا لي ولاش ما كيش حتى فاز، ولاش مش حتى دوك لي ديكوراسيون ايتو. اللي عندها أطفال مع الوقت تولي تهز كل شيء، لأنه يهزوا ويكسروا وليت ما نحطش الحاجة اللي نحطها تتكسر. عمرت القرعة تاع الماء، وشوفوا نبتاتي، يعني النبتة اللي نجيبها للدار تموت. سبحان الله، أنا من عشاق النباتات، نحب النباتات لدرجة لا توصف، ونشري نباتات ولكن في كل مرة تقعد شهر 15 يوم وتذبل تماما. أعتني بها عناية شديدة ولكن للأسف تموت. الحمد لله. ما فهمتش وش هو السبب. هنا كنت نوجد لمجة الآيات، حرت وش ندير لها تدي معاها، مع انه المعلمة تاعهم تقول لهم ما تجيبوليش الأكل الغير صحي، جيبولي غير الأكل الصحي. كنت مرات كي يكون ديسير حط تفاحة ولا موزة ولا. اليوم لم يتوفر، درت لها طماطم والفلفل قليتهولها، حط لها فرماج وكسرة. مع الوقت ولات ما تحبش تتغدى لي، تقول لي نروح مع صديقاتي في الروضة ونتغدى. كل مرة واش نحط لها، وقلت لها في طريقك شري جي ولا ياورت
هنا كانت تروح تقرأ وتقول لي ماما استني نتفرج شوية ونندز فيها نقول لها روحي. وإلاف قالت لي ماما وانا اللونجة تاعي، تعرفوا الأطفال يتعاندوا خصوصا كي يتربوا مع بعضهم ويكبروا مع بعضهم، لازم كل شي بالأضعاف. درت لها اللونجة تاعها وقلت لها روحي تفرجي وقولي لونجتك وأنا نسيق. مسحت برك ما درتش الماء بزاف. بعد ما كملت الأشغال حبيت نروح ندير شوية بريكود. ما تضحكوش عليا، تعرفوني أي حاجة فيها تصميم وإبداع وأفكار وهكذا لمسة خاصة تلقوني ثمان دور. شوفوا ما شاء الله خرجتهم قد حسابات، ما شاء الله عليا. أكيد نشكر روحي وأكيد نفرح روحي، لأنه ولا واحد راح يجي ويفرحني ولا واحد راح يجي ويشكرني. أما نشكر رواحكم وفرحوا رواحكم. شفتوا هذيك الطابلة أنا كنت ثاني خدمتها، شفتوا فراغ واش يدير، اللي تكون فارغة شغل ندير هكذا. أكيد هادو الأعمال كنت بعد ما صليت الظهر جيت قريت ما تيسر من القرآن، كان كافيني الوقت والحمد لله على بركة وقتي. أحمد الله وأشكره على هذه النعمة التي أنعمها علي، لأنه البركة في الوقت نعمة كبيرة. كاينة وحدة تنوض من اللي تنوض صباح وهي تجري وما يكفيهاش الوقت، كاينة اللي تختم العجب بالعجاب في النهار ويفضل لها الوقت وتقعد وتبدع. هذه نعمة من الله ورزق، اللهم لك الحمد. وهذه النعمة تأتي من الصلاة، صلاة الفجر. لتنوض تصلي صباح الفجر راح يجي يومها طويل ومليء مليء بالبركة. سبحان الله. كنت شاركتكم في فيديو سابق طريقة تحضير ديول ما نقول لي ديول بفهمتش علاه، معليش خليها لي ديول سيدي. ندير هادو الديول الخطفة كما نقولوا احنا، درتهم بالبانسو. شاركتكم في فيديو سابق تقدروا تشوفوه في القناة. عاودت درتهم هذه المرة بشكلين وحشوين حتى نشارككم أفكار. كنت قادرة لنفسي ندير حشو واحد ونتعشى هادي، ولكن حبيت نشارككم كفكرة على هادوك لي كارني، بوراك سخون وبوراك بارد. هنا في جهة حطيت الأرز غليته مع البطاطا، ثاني غليتها، حطيت الزيتون الأخضر والأسود والطماطم ودبشة وفلفل حار وفرماج رابي وفرماج طري وبيض وشوية توابل وطن. الطن ما تضحكوش على البطاطا وحدها، فرغتها بين خليطين. اللي عندها أكثر دير أكثر حسب الموجود، يقولك الجود بالموجود. أوش كان عندي درت. والخليط الثاني غليت الجزر والبطاطا كيما الماسيدوان والبطاطا والأرز طماطم وزيتون وطن هادو هما ودبشة والجبن خليته باش نزين به. دوك تشوفوا كيفاش نقلي هادوك لي كارني، قليتهم كنتو شفتوهم. من بعد راح نفرسيهم بهذيك لافرس الباردة اللي كيما المايونيز اللي عفوا ماسيدوان اللي لميتها بالمايونيز، والفرس الاخرى اللي فيها البطاطا مغلية مهروسة والأرز ولميتها بالبيض، هذه راح نقليها نحشيها كيما البوراك. تقدروا تستغناو على البطاطا المهروسة، ديروا غير الأرز فقط وطن وباقي وش عندكم. رايحين تتحصلوا على بوراك رائع. والبنة في اليدين، اكتبولي على البنة في اليدين. هنا كملت كامل البوراك تاعي باش نروح نقليه وتشوفوا نتيجته. الحشو يقعد اختياري، تقدري ديري الأرز اللي تحب دير الأرز، دير الأرز مع الفيونداشي ولا الدجاج مقلي ولا كيف ما حبيتي. درتها لكم بطريقة بسيطة للناس البسطاء اللي تحب تفرح العائلة تاعها
وتحير لها إنه الموجود ما عندهاش. بهذه الطريقة تقدري تفرحي أطفالك، لأنه الأطفال يحبوا هذه الأكلات. شفتوا لي كورني كيفاش خرجوا مقرمشين وحاكمين لافورم تاعهم. حشيتهم بالماسيتوان اللي كنت وجدتها معاكم، وهكا قدمت البوراك بطريقتين وشكلين جميلين ولذة لا توصف. شوفوا ما شاء الله، كانت وصفة رائعة. تقدروا تفرحوا أطفالكم وعائلتكم ولا ضيوفكم، ولما لا. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوش تديروا لي جام وخليوني نفرح بزاف بالمشاهدات تاعكم والتفاعل تاعكم في التعليق. هنا قسمت البوراك، شوفوا كيفاش جا شكله شكلا وبنا. جربوها على ضمانتي. إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوش تذكروا الله، ما تنسوش تصليوا صلاتكم في وقتها، ما تنسوش تقرأوا القرآن، تخصصوا له وقته، وقوموا الليل في هذه الأيام لأنه أيام مباركة. إلى الملتقى، سلام.